مصر بدأت البطولة أبو الكباتن بهجوم كاسح لأول مرة من سنين كتير جدا نشوف مصر بتلعب بالشخصية الهجومية دي رغم وجود بعض الأخطاء الفنية بالتأكيد. مصر اللي مش شايف إنها النهاردة كانت مختلفة في الشراسة الهجومية يبقى ظالم بالتأكيد. أول فرصة من مرموش لعبها لصلاح ولكن محمد صلاح أضاع. مصر يعني استمرت في الشراسة والضغط الهجومي والمحاولات لحد ما صلاح لعب باص عالمي هدية لإمام عاشور اللي ضيعها من الست ياردة. هي دي بقى أسيستات محمد صلاح اللي بيعملها في الموسم الماضي مع ليفربول، لولا إنها في قصبة رجل إمام عاشور كنا شفنا الماتش ده بشكل تاني خالص وكان المباراه هتفتح وهتروح في سكه تانية. الفرصه التانية بقى اللي ضيعه امام عاشور اللي قدامك دي، معرفش امام كان بيفكر في ايه، يعني انت بتلعب بالعرض ليه اصلا؟ هو بالظبط نفس هدف عمر مرموش. سدد يا راجل، امتى هتسدد طيب يا امام؟ طب بذمتك حد ينتقد حسام حسن بعد اللي شافه من الفرص دي في بدايه المباراه؟ انت حرفيا كنت تقدر تخلص المباراه بسكور في بدايتها. صراحه بيرجع مره تانية باسيست من بتوعه على البعيده اللي تريزيجيه، بس الحارس برضه بينقذ مرماه. يعني يا راجل نفسي افهم والله، احنا عملنا كل حاجه وكنا كويسين، ليه الانتقادات اللي شفتها بعد المباراه على طول والتقليل مننا؟ احنا اتعودنا ان احنا نقلل من اللعيبه ونهاجم وخلاص، حتى لما يلعبوا حلو لازم نقلل منهم. حاجه بصراحه يعني ما بنعرفش نفرح بصراحه. طبعا هتقول لي ان احنا المفروض دي زيمبابوي، وهقول لك ما دي ظروف المباراه. يعني المدرب يعمل ايه؟ احنا في الشوط الاول مش اقل من 7 اهداف محققه، طب احنا المفروض نعمل ايه تاني؟ لحد بقى ما زيمبابوي وقفت على رجليها، ويعني بعد الشراسه الهجوميه اللي عملتها منتخب مصر. ولكن للاسف حسام عبد المجيد ما اعرفش بصراحه ليه يلعب على حساب رامي ربيعه. نفس اخطائه، نفس اللي عمله فيه محمد شريف ونفس اللي عمله فيه بن شرقي اتعمل فيه. سرحان، يعني مش عايز اقول لك ان هو واقف في ظهر المهاجم والمهاجم لف بيه، هو اصلا سرح وسايب المهاجم بتاعه. شوف المسافه بينه وبين المهاجم قد ايه، المهاجم استلم ولف وسدد وكان لسه حسام عبد المجيد سرحان ولسه ما جاش مسك المان بتاعه. فدي كارثه بصراحه، انا مش عارف هو واقف هنا بيعمل بعد كده بقى حصل الشيء الغريب بخروج امام عاشور ونزول مصطفى محمد. كتبت عنه كتير جدا وقلت رايي في الموضوع ده، فعايزك تتابع البوستات عشان ما نتكلمش في الموضوع ده كتير. المهم بقى مرموش حس بالمسؤوليه، فبعد التغيير بخروج امام عاشور بدا يلعب مهاجم متاخر اللي هو مركز 9 ونص، وينزل يعني بحيث ان هو كده يقابل بوشه ويروح بوشه على المرمى. وفعلا سدد قنبله على طريقه هدفه في نيوكاسل، والحارس تألق فيها وابدع بكل صراحه. انا بحب بقى في مرموش انه مش بيخاف على نفسه ولا الكلام ده. مرموش دايما عاوز يثبت للشعب المصري ويقدم نفسه، مش كنجم مانشستر سيتي، عايز يقدم نفسه كنجم من منتخب مصر. ودي حاجه بصراحه بحترمها في مرموش. هتلاقيه هو الاكثر ظهور، هو الاكثر طلبا للكوره، هو الاكثر محاولات على المرمى، هو الاكثر ان هو بيظهر للعيبه وبيستلم ما بيستخباش، هو الاكثر مهاره بيعدي من واحد واثنين، هو اللي بيسدد، هو عايز يعمل حاجه. فبصراحه مرموش النهارده يستحق بجداره رجل المباراه، ولاعب فعلا عايز يثبت حاجه للجمهور ويوري حاجه للجمهور. واللي مش شايف ان مرموش فعلا لاعب في حته تانية من الحيث ان هو فعلا عايز يقدم نفسه لجمهور الكره المصريه، فدي بصراحه يعني حاجه تانية خالص. لانه بصراحه مرموش ما بيخافش على نفسه خالص وما بيبخلش بنقطه عرق. طبعا لولا ياسر ابراهيم في الكره دي كنا بلعنا الهدف الثاني الحمد لله. عايز مرموش بقى فضل يستمر في المحاولات وان هو يهدد مرمى الزيمبابوي لحد قبل نهايه الشوط الاول. كان يقدر يسجل هدف ولكن قلشت منه، وبصراحه يعني الموضوع كان يضايق لان كانت هتكون نقطه تحول بشكل كبير جدا في المباراه. ولكن المباراه انتهت على الشكل ده، وجينا بقى للشوط الثاني ونزل زيزو والمباراه اتغيرت ومنتخب مصر بدأ يهاجم بشراسه غير طبيعيه، ونزل ابراهيم عادل وبقينا نلعب الكل في الكل حرفيا، محاولات من كل مكان. تريزيجيه يسدد. انت بتتكلم ابراهيم عادل النهارده بصراحه كان اناني جدا. زيزو النهارده ما كانش افضل حاجه. انت بتتكلم ان محمد حمدي لعب عرضيه لزيزو في الست عرضه، زيزو غمض عينه ورجعها مصر. مش معقول يعني الهدف ده ما يضيعش. الكوره دي كانت تقدر تخلص المباراه، ولكن يعني للاسف زيزو ضيعها. عمر مرموش طبعا بقى كره عاديه جدا خالص، استلم من بره المنطقه ودخل وتوغل. ومش بس كده، ده دخل وسدد من شبر، سجل هدف عالمي. دي بقى فايده انك تكون عندك كواليتي وعندك 2 لعيبه زي صلاح وزي مرموش محترفين في اعلى الدوريات واعلى الانديه. بتفرق بقى معاك في الحاجات اللي شبه كده، يعني من غير بقى تكتيك ولا من غير اي حاجه، كره يعني متطرفه. مرموش دخل وسجل هدف. تتكلم برضو الهدف الثاني بتاع محمد صلاح، متخيل لاعب 2 متر مكتفك وبيشدك من الفانيلا يعني ومكتفك في الارض تحت، ورغم كده كره طوليه وصعب انك تستلمها في وسط انك بتتخانق مع واحد قدك مرتين ثلاثه. ورغم كده صلاح استلمها بلمسه بسيطه عشان الكره ما تبعدش وما تهربش منه، استلمها في فخدته وقايم. عايزك تتخيل معايا في عز الخناقه دي وظهره المرمى لف وكتمها وحطها في الدقيقه بالشكل ده. فدي فايده انك عندك كواليتي شبه محمد صلاح. ناس كتير جدا هتقول لي محمد صلاح كان مش كويس، هقول لك هو ده مستوى محمد صلاح. انا مش منتظر من محمد صلاح غير كده.
انا مش ما عنديش ميسي ولا عندي رونالدو في عزه ولا عندي حتى عمر مرموش اللاعب اللي بيعدي وبيشوط والكلام ده، لا. هو محمد صلاح لاعب يعني 90% من امكانياته في الحسم والتاثير، فهو انا مش مستني منه اكتر من الكام فرصه اللي خلقهم في بدايه المباراه كانوا يخلصوا المباراه، او ان هو يخلص بنفسه المباراه زي الهدف اللي هو سجله النهارده ده. هدف مش اي لاعب يجيبه، ومفيش لاعب في مصر على فكره يقدر يسجل الهدف ده. فانا مش عايز من محمد صلاح غير كده، ان هو يخلص المباريات وان هو يساهم ويأثر في النتيجه. مش عايزه طول المباراه يجري وياخد الكره ويعدي، انا مش مستني من محمد صلاح كده. فاللي مستني من محمد صلاح ان هو يعمل كده، هو اللي معلي سقف الطموحات عنده وحاطط محمد صلاح في حته مش بتاعته. فانا بصراحه شايف ان محمد صلاح النهارده قدم اللي عليه وزياده وحسم المباراه. وبس كده، زي ما قلت لك، اي حد بينتقد الكابتن حسام حسن رغم كميه الفرص الغير طبيعيه اللي عملها منتخب مصر النهارده، فهو ظالم ومشخصنه مع حسام حسن. والناس اللي شفتها بتمجد في المغرب امبارح، ورغم ان وجود فيه اخطاء فنيه كتير جدا حتى المغاربه نفسهم انتقدوا وقدر يراقي عليها، نفس الناس دي اللي كانت بتمجد في المغرب هم اللي بينتقدوا حسام حسن، مع ان المغرب كان عنده اخطاء فنيه ورغم كده كسب. مصر عندها اخطاء فنيه ورغم كده ادت اداء كويس وكسبت برضه. فانا مش عارف ليه التفرقه دي مننا احنا كمصريين.